السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم فطير مشلتت بطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله هتعجبكم. أول حاجة هنجيب الدقيق، معانا 4 كوبايات من الدقيق ومعانا نص معلقة من الملح. هنحطها في كوباية علشان ندوب الملح. هناخد كوباية المية ونقلب الملح في المية كويس وهنحطها على الدقيق، وبعدين هنعجن الدقيق كويس. أهم حاجة في الخطوة دي إن احنا نلم الدقيق كويس عشان ما يكلكعش مننا. هنحاول نعجن كويس، نلم الدقيق بايدينا كويس اهو. هنزود شوية مية لانها كان محتاج شوية مية. طول ما هو محتاج مية نزود شوية بشوية علشان ما العجينة ما تبقاش معانا طرية خالص ولا ناشفة خالص. الفطير كل ما تخدمي العجينة كويس وتعجنيها كويس هتاكلي احلى فطير. خطوات سهلة وبسيطة وان شاء الله النهاردة هعمله معاكم. نعجن كويس الدقيق ونلم الدقيق اللي في البولة بتاعتنا اهو. لو محتاج شوية مية تاني فانا هحطله شوية عشان هو محتاج شوية مية. هنعجن كويس، هنحط شوية مية كده اهو، كمان شوية. هنعجن كويس. هنا انا محبتش اعمله في عجان علشان خلاص مش كل الناس عندها عجان، فاحنا بنعجنه يدوي علشان تبقى سهلة وبسيطة. يعني اي حد يقدر يعملها، مش شرط ان هو عجان مثلا او حاجة. عامة انا كل المخبوزات بحب اعملها بايدي، يعني بحب اعجنها انا، فما بحبش اعملها في عجان وكده. كده العجينة معانا ابتدت تلم اهو. خلاص كده هي مش محتاجة مية تاني. احنا كده هنملك العجينة ونعجنها كويس، مش هتتعبي يعني. تمام كده العجينة خلاص تمام جهزت. هنريحها شوية من 10 ل15 دقيقة. وكده العجينة بعد ما ارتاحت اهو، ملمسها ناعم وجميل. كل ما ترتاح العجينة كل ما هتديكي فرد اكتر وتسهل عليكي عملية الفرد، هتبقى سهل ان انت تفرديها اهو. هنلمها كده شوية اهو. شوف ملمس العجينة حلو وقطني ازاي اهو. هنحط شوية دقيق على الكاونتر. على فكرة ممكن نستغنى عن حتة الدقيق دي، ان انا ممكن افردها على كده لانها هي العجينة متماسكة وحلوة فمش بتلزق اهو. هنقطعها كور كده متساوية بالنظر، برضو من غير ميزان او حاجة، بالنظر. وهنلمها كلها، هنلمها كويس في الجنب اللي من تحت ما يبقاش من فوق عشان يديني شكل حلو اهو. دي العجينة التانية، الكورة التانية اهو. بنلمها كلها تحت كده عشان يبقى ايه، الزوايد والاطراف تبقى من تحت، الحتت الزايدة يعني اهو من تحت كده. تمام. هنحطها في صينية طبعا مرشوشة دقيق علشان ما تلزقش مننا. الصعيد عموما بيبقى مشهور بموضوع الفطير المشلتت ده، هتلاقيه مشهور كتير عندنا يعني اهو. تمام كده عملت ال4 كور، ال4 كوبايات دقيقة عملت لي 4 كور حلوين، يعني هيعمل 4 فطاير حلوين. طبعا احنا بنعمل كمية اكبر من كده بس انا عشان وقت الفيديو. هنحط دقيق تحت العجينة ودقيق كده من فوق برضو عشان ما تلزقش في النشابة معايا اهو. انا هستخدم النشابة دي
بس هغيرها علشان الفطيرة اكبر من النشابة، فمش هتنفع النشابة دي، هستخدم لكم النشابة التانية اللي هي الطويلة دي اهو. نلم الدقيق عليها بقى عشان ما تلزقش مننا. زي ما هنفرد فوق هنفرد تحت، زي ما هنفرد يمين هنفرد شمال، بمعنى ان انا هاخد فردتين فوق يبقى فردتين تحت، هقلبها بعد كده فردتين فوق فردتين تحت اهو. العجينة ابتدت تكبر معايا، زي ما بديها برضو من فوق بديها من تحت كده. افضل اخد العجينة من جوه لبره، يعني بالراحة، زي ما قلت قبل كده كل ما العجينة هترتاح معايا هتفرد معايا بسهولة اهو. هنا غيرت النشابة علشان بصراحة هي دي اللي بنستخدمها، هي دي اللي بنعمل بيها الفطير المشلتت بتاعنا اهو. همسك الطرف كده والفها وادي من جوه لبره بالراحة خالص علشان العجينة ما تلمش ما تلزقش معايا في النشابة اهو. من جوه لبره بالراحة خالص كده، لا اضغط جامد ولا اخف ايدي جامد. هنلفها كده. هنا احنا ممكن نستخدم زبدة او زبدة وسمنة مع بعض، او ممكن زبدة وزيت، بس انا هنا هستخدم زيت بس، يعني باقل الامكانيات، يعني هستخدم لكم زيت بس علشان يعني انا بحب استخدم زيت بس بصراحة اهو. بعمل الحركة دي كتير. احاول هنا اضربها على الرخامة اهو، او ممكن اعملها زي المروحة كده الفها لف كده، بديها تخبطتين تلاتة كده على الرخامة علشان تنفرد، يعني عشان الاطراف ما تبقاش معايا تخينة او سميكة، لا تبقى ما تبقاش مكلكعة، تبقى حلوة كده ومفرودة وهشة ورقيقة اهو. هرش رش دقيقة عشان حسيتها ان هي هتلزق مني في النشابة. الفها برضو اهو، شغالة من جوه لبره، وهضربها على الرخامة. هضربها كده ضربتين. كل ما هنفرد في العجينة كل ما هتبقى رقيقة كده وخفيفة، وهتعمل طبقات أخف وأحلى اهو. هنفضل نفرد فيها لحد ما نحس ان هي ايه بقت خفيفة معانا اهو. الخطوات سهلة وبسيطة، وهي معايا خطوة بخطوة عشان تتعلميها ويبقى ايه سهلة. اهي حركة اللي بقول عليها دي اللي هي رايح جاي بإيدك على آخر طرف في العجينة اهو. باخد الطرف الأولاني والف والف ورول كده لحد ما اوصل لآخر الفطيرة اهو. هنا الفطيرة ابتدت ان هي تورق معانا وتبقى ايه خفيفة كده اهو. اهي المروحة كده، وكده بديها خبطتين على الرخامة برضو.
بعمل نفس الحركة اهو. تقريبا كده خلاص ان هي ايه انفردت معايا وبقت خفيفة وحلوة كده اهو. كده هجيب الزيت اهو، شوف ايدي باينة من الفطيرة تحت، يعني صوابع ايديا باينة، يعني كده خلاص ان هي بقت خفيفة خالص كده وتمام، واتفردت زيادة كمان. هنجيب الزيت اهو وهنوزع بايدينا. لازم كل حتة في الفطيرة تبقى فيها شوية الزيت دي اهو. هنجيب الطرف اليمين الاول ونرفعه، بعد كده اللي فوق قصاد بعض، ما يبقاش فوق بعض، لو فوق بعض يبقى ايه هنحط بين كل طبقة والتانية زيت. هنوزع الزيت برضو على الفطيرة من فوق. هنجيب الناحية اليمين اهو والناحية الشمال تمام كده. هنحط الزيت برضو في كل طبقة والتانية، نحط الزيت علشان ما يعمل طبقات بينها وبين بعض. هنجيبها من فوق لتحت، مش هينفع نجيبها من اليمين للشمال علشان كبيرة اهو كده. هنا بقى بقت زي ايه، زي الحاجة المربعة كده. هنظبط الأطراف والزوايا كده بحيث ان هي تبقى متساوية. هنجيب صينية هنحط فيها الفطيرة دي، نسيبها ترتاح شوية، وبرضو كل ما هنسيبها ترتاح كل ما هتبقى أسهل في الفرد. تمام كده عملنا باقي الفطاير طبعا اهو. كله جاهز. همسك أول فطيرة وهفردها كده. أول فطيرة دي أكيد ارتاحت فترة علشان أنا لحد ما جهزت باقي الفطاير. كانت أول واحدة ارتاحت خالص اهو، بتبقى سهلة في الفرد معايا ان انا لسه هفردها تاني وبالراحة خالص بالنشابة، متضغطش جامد. وبرضو هيبقى السمك بتاعها لا هو تخين ولا هو رفيع، يعني وسط. يعني خلي بالي ان انا كل ما هرفعها كل ما مش هلاقي فيها حاجة اكلها، يعني مش هلاقي فيها مثلا ايه طبقات، هلاقيها خفيفة كده وبتنشف معايا. ولو كانت تخينة هلاقيها برضو الطبقات تخينة وسميكة وصعبة. لكن خليها وسط، لا هي تبقى رهيفة خالص ولا هي تبقى تخينة وسميكة. أهو. هي مش مدهونة أي مادة دهنية عندي، أنا هحطها كده علشان هو مش محتاج أصلا، هو فيه زيت عشان الفطير المشلتت بيحب درجة حرارة عالية. اهو هحطهم كلهم، بس أهم حاجة ناخد بالنا من الفرن علشان ما نسيبهاش بالنا من الفرن كويس. نستنى شوية كده، وأول ما نحسها إن هي ابتدت تعلى فهنوطي النار سنة من فوق، ما نوطيهاش جامد علشان ما بحبش النار واطية برضو. اهو كده عملنا كل الفطير بتاعنا. هكتب لكم واحدة كده ونشوفها، هنقسمها. ورقيقة بالطبقات وطعمها تحفة وشكلها تحفة كمان، تاكلي أحلى فطير مشلتت اهو. بصوا ازاي الطبقات خفيفة وباينة من بعضها اهو. حتى هي تفتح النفس. بس كل الفطاير طبعا بنحب نقدمها مع العسل الأسود والجبنة القديمة والمش القديم.
هتاكلي احلى فطير مشلتت مع احلى جبنة ومش قديم. وان شاء الله كده هيعجبكم، وجربوا الوصفة دي ومش هتندموا خالص. وده الفطير الصعيدي بتاعنا اللي احنا بنحبه وبنعمله على طول، وبألف هنا وشفا. وهنا بقى بنقطع الجبنة، هوريكم شكل الجبنة، وبألف هنا وشفا على قلبكم. جربوا الوصفة واعملوا لايك وشير وسبسكرايب.